الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوحي كان كينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام في البداية على شكل رؤيا، الرؤيا الصالحة، والمعنى ديالها أنه عليه الصلاة والسلام كيحلم بشي حاجة في المنام وكتوقع، وملي كتبدا تجي هاد الرؤيا الصالحة حبب إليه الخلاء، بمعنى كيبغي يعتزل هذا المجتمع الجاهلي، وكان كيطلع لواحد الغار في قمة جبل حراء. كان عليه الصلاة والسلام كيدي معاه الماكلة ديالو وكيبقى في هذا الغار عدة ليالي كيعبد الله عز وجل. وفي ذاك المكان فاش نزل عليه الوحي وجاه جبريل وقال ليه اقرأ، جاوبوا عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمي، ما كيقرأ ما كيكتب. عاود قال لي سيدنا جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هاد خمسة الآيات الكريمات مباركات هي أول شيء نزل من القرآن، وباقي القصة أي قصة نزول الوحي مذكورة في كتب السيرة النبوية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، المعنى ديالها اقرأ القرآن يا محمد مستعينا بسم الله. وهنا الله عز وجل ما قالش بسم الله، ولكن قال باسم ربك، لأن المقام مقام ربوبية وتدبير الأمور، لأن الربوبية متعلقة بأفعال الله تعالى اللي هي الخلق والملك والتدبير. الذي خلق يعني المعنى أن الله خلق كل شيء. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق الإنسان من علق، هنا الله عز وجل ذكر خلق الإنسان تكريما وتشريفا له. خلق الإنسان أي ابتدأ خلقه من علق. علق جمع علقة، مثل شجر جمع شجرة، والعلقة هي قطعة من الدم، إشارة إلى بداية خلق الإنسان. اقرأ وربك الأكرم، الأكرم الله عز وجل كثير الكرم والإحسان واسع الجود، ومن آثار هذا الكرم أن علم الإنسان أنواع العلوم، ولهذا قال تعالى الذي علم بالقلم. القلم المقصود منه الكتابة، لأن العلوم تكتب وتحفظ. الله عز وجل علم الإنسان بالقلم، علمه القرآن وعلمه الحكمة، وشرف الإنسان بالعلم، وهو نعمة كبيرة من الله بها على الإنسان. علم الإنسان ما لم يعلم، فالإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، وأعطاه الله العقل، أعطاه العقل والسمع والبصر، ويسر ليه أسباب العلم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، المعنى حقا إن الإنسان لا يطغى، والمراد بالإنسان ماشي شخص معين، المراد جنس الإنسان، بمعنى أن أي إنسان من بني آدم إلا استغنى، يعني عنده المال وعنده الصحة مثلا، كيصحاب ليه واش استغنى عن الله عز وجل في قضاء الحاجات وكشف الكروبات، بخلاف المؤمن اللي عارف بأنه ما يمكنش يستغني عن الله عز وجل طرفة عين، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذن فالطغيان والتمرد من طبيعة الإنسان، ولهذا الله كيخاطبه بقوله على سبيل الوعظ والوعيد والتهديد إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع يوم القيامة، وغيحاسبوا على هذا المال منين جاه وفين صرفه. فهذا الإنسان مهما طغى واستكبر واستغنى فإن مرجعه إلى الله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، الذي ينهاه هو أبو جهل، كان بغى يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة عند الكعبة. وأبو جهل كان كيتسمى أبو الحكم، حيث الناس ديال قريش كانوا يتحاكمون إليه، واغتر بنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي سماه أبو جهل. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، يعني أرأيت إن كان محمد عليه الصلاة والسلام على الهدى أي على الطريق المستقيم، وأمر بالتقوى، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. المقصود أن الله عز وجل
يرى ويعلم بأمر هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، ويجزي كل إنسان بعمله. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، لنسفعا المعنى ديالها لنأخذن الناصية بشدة وعنف. والناصية هي مقدمة الرأس. وهذا الشيء اللي وقع لأبو جهل، سبحان الله العظيم، اللي تقتل في غزوة بدر وجروه المسلمين من الناصية ديالو، يعني من راسو. وهذا الشيء أيضا غيوقع ليه يوم القيامة، لقوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها. فليدعو ناديه، يعني أبو جهل، فليدعو قومه أو عشيرته، يعني العشيرة ديالو باش ينصروه. سندعو الزبانية. الزبانية هما ملائكة العذاب، وصفهم الله عز وجل بأنهم غلاظ شداد، غلاظ في الطباع وشداد في القوة. طبعا هذه الآيات ما كتعلقش غير بأبو جهل، بل هي عامة في كل من يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وفعل الخير عموما. كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني ما تطيعش هذا اللي ما خلاكش تصلي، واسجد لربك ولا تبالي به. واقترب إشارة إلى أن الساجد كيكون أقرب ما يكون من ربه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الخلاصة أن الله عز وجل بدأ هذه السورة الكريمة بذكر نزول الوحي، وهذه منة عظيمة من الله بها على محمد عليه الصلاة والسلام، واختمها بالأمر بالسجود والاقتراب منه سبحانه وتعالى. وهذا ختام تفسير سورة العلق أو اقرأ بالدارجة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.